عليكم ورحمة الله. مرحب بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وحشتوني جدا جدا. بشكر كل المتابعين والمشتركين، منوريني ومشرفيني. الما مشتركين فضلا وليس أمرا اضغطوا على زر الاشتراك. الليلة مع بعض يا حبايب حابة أشارك معاكم طريقة عمل ملاح الكمونية، أكلة مرة حلوة سودانية. قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يلا دي الحاجات المكونات اللي بنعمل منها الكمونية أو ملاح الكمونية. من أحشاء الخروف، أحشاء الخروف من الكرشة والفشفاش ولحم والقلب والكبدة، كل أحشاء الخروف والمصران، كل الحاجات دي بنعملها سوا. بنعرف كيف الطريقة، كيف يلا مع بعض هتعرفوا كيف الطريقة، كيف نعمل ملاح الكمونية. يلا دي مجهزة خلاص. بعد ما أول شيء تغسل الكرشة أو الكرش، بتغسليه بليمون أو خل المتوفر عندك وملح وتنظفيه. بعد ما تنظفيه تيجي تقطعيه صغار صغار. وبعدين نجي ننظف الفشفاش والمصران. بنعرف كيف الطريقة حنعملها. المصران بخليه آخر شيء، ما بخطه مع الحاجات كلها. واللحمة والقلب والكبدة كل الحاجات دي أحطها مع بعض. يلا بعد ما احطها، يلا البهارات او التوابل اقسمها لجزئين. في جزء بحطه اول مع الطبخة، والجزء الثاني بعد ما خلاص تكون استوت احطه في النهاية. يلا ده بصل وقرفة وفلفل رومي وفلفل اخضر وجنزبيل وبهارات توابل مشكلة. يعني كل الحاجات، كل البهارات اللي تكون متوفرة عندك كان حطيتيها فيها بتديكي طعم. والهيل او الهبهان، كل الحاجات دي بخطها في البداية، بقسمها لاتنين. الجزء التاني بحطه لما تستوي الأكلة في النهاية. يلا ده المصران خلاص. بعد ما غسلته، أول ما تجيب المصران تغسليه بليمون وملح. بالطريقة دي بنضفر المصران، بنحطه فيه ملاح الكمونية. زي ما شايفين بالطريقة دي بنضفر المصران. يلا بعد ما تعمليه تشبكيه بالطريقة دي تحطي، نحطه فيه. شايفين كيف؟ يعني كأنك بتضفر، يعني زي ما بتضفر الشعر تعمليه المصران ضفاير بالطريقة دي. أتمنى تعجبكم أكلة الكمونية، مرة حلوة، جربوها. يلا شايفين الطريقة كيف؟ يعني زي ما بتضفر الشعر تعمليه ضفاير للمصران. شايفين شكله كيف؟ يلا خلاص. دي بعد ما خلاص ضفرت كل المصران عملته بالشكل ده، مرة حلو وبيدي طعم مرة حلو للكمونية. اجي احط فيه القدر او الحلة. ده المصران بعد ما حطيته تحطيه فوق، عشان بعدين بتطلعيه بعد ما يستوي، تطلعيه وتقطعيه وترجعيه بعدين في القدر او الحلة. يلا ده خلاص بعد ما استوى المصران طلعته. اجي اقطعه بالسكين، اقطعه صغار صغار، لانه كان قطعتيه في البداية يعني قبل ما يستوي ما حيكون معاكي، هيكون كله ما حيتقطع معاكي كويس الا بعد ما تحطيه في النار يستوي شويه وبعدين تطلعيه تحطيه. خلاص بعد ما الكمونيه اقل شيء تخلي الكمونيه ساعه وربع في النار. بعد ما خلاص تستوي ساعه وربع في النار، تيجي تحطي عليها البهارات النهائيه. عندك هنا الثوم ومعجون الطماطم والكمون والشبت او الشمار والزيت. دي الحاجات دي كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف اللي عاوز يجرب ملاح الكمونية. يلا يا حبايب، دي الحاجات خلاص بعد ما حطيتها في الحلة او القدر. هحط لكم المقادير دي كلها في صندوق الوصف. ده الشكل النهائي لملاح الكمونية. اتمنى يعجبكم الفيديو. لا تنسونا من اللايك والاشتراك يا حبايب، الله يسعدكم. ده الشكل النهائي لها. الف صحة وهنا عليكم. اتمنى تجربوها. في امان الله.